جولتنا اليوم في منزل الدكتور رائد على الخيل، على كيتو. وش اسمه؟ إيلاتزو. كلهم خيول أحصنة ذكور. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بس وريهم المنظر تركي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لقطع المنظر كذا ما شاء الله. شوفوا الإطلالة كيف. طبعا من هنا نشوف البحيرة. تركي صور البحيرة يمينك، صور البحيرة يمينك. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. تجربة تاريخية صراحة. أوه. والله عجبني الحال ما شاء الله. في أحلى من الإطلالة هذه على البحيرة ومع كيتو. ما شاء الله الله يبارك. الخيل نواصيها الخيل حتى يوم القيامة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. تجربتنا اليوم شوف يبغى ياكل، يحبوا الحشائش هذه. بس يلا خلصنا أكل. والله أكلت، والله أكلناك اليوم الصبح. والله صراحة تجربة تاريخية. عارفين ايش نشوف قدامنا؟ شوفوا قدامنا على مد البصر المسطحات الخضراء والبحيرة. شوفوا ما شاء الله. تجربة رهيبة مع كيتو. خيل جميل. شوف شعره ما شاء الله. قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. هذا الخيل يا اخوان اللي انا عليه قيمة والده 15 مليون دولار. ما شاء الله. اما هو فقيمته لا تقدر بثمن. ما شاء الله ما شاء الله. التجربة ختامها مسك. ختام جولة الخيل مع 42 يوم في المغرب و42 يوم محسوبة لي انايا. كنقول الحمد لله ختامها مسك. احلى ختام اللهم لك الحمد. المغرب كله حلو من اول يوم الى اخر يوم، ولكن بيناتنا راه انا اخي اكيد يا اخي الخيل. تحية لأخي رشيد والله العظيم. إن شاء الله شي مرة نزورك ولا تجي تزورني إن شاء الله. راك عزيز عليا أخي رشيد حبيبي وخربوشة حبيبي. رشيد القلب الطيب. ويكون إن شاء الله خالد نجيبوه في الصيف، حيت خاصة المغرب في الصيف كيكون أجواء أخرى وبغي يعجبك الشمال المغرب. واحد البحار عندهم يعني في مغرب أحلى من اللي أنا شفته. لا غادي أنا إن شاء الله سأتكلف بجميع كل شيء إن شاء الله ما تجي في الصيف. بارك الله. غنديك أحسن أماكن. بارك الله فيك وإن شاء الله. وغنديك شي يخت. بارك الله فيك بارك الله فيك. وإن شاء الله تجيني السعودية إن شاء الله. وأنا متكلف بكل شيء. بس أنتظر الموعد. وكذلك اتفقنا. قلت لي شيء. وهذا عزيز علي أخي تركي كيف خيال؟ فارس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليكم. العائله الثانيه. وكنقولوا للسي خالد يدخل بالسلامه ان شاء الله في السعوديه. وتنا في راسك باقي ما عرفتش شنو هي الوجهه القادمه. والله سالني ما جاوبت. قال لي ما نجاوبكش. قال لي تشارك مفاجاه. خفت يربح الايفون. ان شاء الله ان شاء الله غادي نعرفها معكم ان شاء الله. هو يقول غادي نعرفها ان شاء الله. تعرفها في الفيديو ان شاء الله. بعد الخيل مجلس الخيل راحه ما بعد الخيل. ما شاء الله ما شاء الله. شوف المجلس وشوف الاطلال عليه. ما شاء الله تبارك الله. هذه الصورة عام كم؟ 2010 أخي في إسبانيا مربية. هذه صورة رائد 2010 في مربية في إسبانيا. ما شاء الله. إسبانيا برضو ما شاء الله. وهنا؟ أنا هنا في ملقا. وهذه ملقا؟ هذه اسطبونة. ما شاء الله. الكاس والله تستاهل. 15 مليون دولار. ما شاء الله. أبوه قيمته 15 مليون دولار. وهو كم قيمته؟ قلت لي قبيله بغيتي كيتو دي معاك. خذوا دابا. اخذ كيتو؟ صافي خذ. توكلنا على الله. الان باخذ كيتو. طبعا اللي ما تعرفه انا املك من الخيل 3. ما شاء الله. عندي خيل حرب عتاق ضخم. وعندي خيل جمال مهره صغيره. وعندي حصان. ان شاء الله تنجي نزور هذا الشيء باذن الله. ان شاء الله تزورها. نشوف الان نشوف الخبره. بسم الله. يلا ها عزيز خلاص اخذه. اتوكل على الله. يلا بسم الله بسم الله على بركة الله. وين خيلك انت؟ انا اخذ كيتو. انا غادي نتبعك دابا ان شاء الله. كيتو اخذه. خذوه. بسم الله. اوه ما شاء الله تبارك الله. كم طوله؟
شحال في هذا اخي عزيز؟ 98 70 متر 70 متر 78 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. خذ رايد تركي خذ. ما شاء الله تبارك الله على الخيل اليوم مع الدكتور رايد. حياك الله اخي. الله يحييك. كيف الجو اليوم؟ ما شاء الله غادي تشوف الطبيعه وداك الشيء ما شاء الله. اليوم الجو زوين بزاف. شوف الطبيعه كيف ما شاء الله تبارك الله. هاي هو هوب هوب هوب. أوه. يلا تركي خلك مستعد. الحين برجع من هنا بقفز باذن الله. هاي قصر شوي صراع. اجي عليك. اجي عليك. يلا كذا بس قرب شوي نكسب للامام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوي كسب للامام. واو اول قفزه في حياتي. قصر صراع قصر صراع. قصر شوي للامام يرجع. واو الآن قاعد يرفع الحواجز، دخل فيها على المستوى الثالث. واو ثالث قفزه. هذا المستوى الرابع لخالد. واو المستوى الخامس، هذه أصعب من اللي قبلها. الأولى كانت إكس، هذه مستوية. الان النطه الاعلى. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. برافو. الحمد لله. والله كيتو بطل صراحه. انا كان بطل والله بطل. هو جننا في الفطور. جد ابيه واحد سميتو واحد لاغاس اللي ما بين اغنى اللي كان ابيه 15 مليون دولار. ما شاء الله. ابوه قيمته 15 مليون دولار وهو كم قيمته؟ قيمته ما نقدر نقولها في الكاميرا. لك كيتو كم قيمته؟ كيتو لا يقدر بثمن. الله عليك. الله. جميلة ما فكرش فيها بعد. انا تعبت والله تعبت. يا اخوان راكي مغالطات. الفروسية من اصعب الرياضات في العالم. الفروسية يعني تركب 10 دقائق ما تبقى تحس برجليك. مو رجلين. خالد دابا غادي ينزل فوق العود من بعد وغادي تمشى بواحد الصعوبة. لا مو بس الرجلين. شوف الحين اعصابي كلها تمام. الفروسية تحرك جسمك كامل تمام. شوف اي لاعب فروسية اتحداك تحصل وزنه زيادة ما يزيد ما يزيد وزنه لانه يحرك جسمه كامل. شوف كامل ابتداء من المفاصل من هنا هذا كامل يتحرك كامل. هنا الظهر
الظهر يتحرك، ها كل شيء يتحرك، كل شيء، ايديك، كل شيء، راسك، كل جسمك كامل في رياضة الفروسية يتحرك، وحركة فيها مقاومة، انت تقاوم الخيل، تسحب، تشد، توديه يمين، توديه شمال، ترجع ورا، كيت ورا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك على الدعوة الطيبة. شكرا لك انت على الاخلاق ديالك والتربيه ديالك وعلى السعوديه كامله. حفظكم الله جميعا، اللهم وحفظ الشعب السعودي والشعب المغربي. الله يحفظك ويحفظ الشعبين السعودي والمغربي، احنا اخوان، ويديم اللحمه ان شاء الله والامن والاستقرار. هذه هدايانا من السعوديه لك وللعائله الطيبه. الماء المبارك من مكه المكرمه، ماء زمزم، وهذا يعني يعتبر بالنسبه لنا رمز للمسلمين، رمز اكيد للمسلمين جميعا. هذه هدية بسيطة من المملكة، هدايا خاصة من الوالدة، فيها المصحف الشريف وفيها سجادة الصلاة وفيها شغلات خاصة من الوالدة. هيرش لازم يكون حاضر لأني أنا أشوفه العطر الأجمل، وإن شاء الله راح يعطينا راية إن شاء الله في العطر رايد بإذن الله، خاص للوالد الله يحفظه. الله يهديك. يعني شيء إن شاء الله راح يناسبه وراح يعجبه، أنا متأكد بإذن الله. هذا طقم نادينا، النادي اللي انا اسسته في المغرب كاملين كنفتخر بهم. كفو. كاملين. في السعوديه صراحه فريق ديال ياسين بونو. الهلال ان شاء الله 15 باذن الله راح يلعب ضد الهلال في يوم من الايام، الفريق اللي اسسناه، وان شاء الله قريبا راح يصير في الدوري الممتاز باذن الله. ما شاء الله. ابغى اشوفك لابس ان شاء الله وتلعب فيه كوره او على الخيل. على الخير ان شاء الله. يعني الاخر لابن خالتك. بسم الله. شكرا للشعب السعودي الكريم واللي كيبين من طرف خالد العيان انه شعب كريم جدا. حفظكم الله يا رب، وحفظ الله جميع المسلمين، والحمد لله. وشكرا اخي خالد على المجيء هذا. الله يحفظك. شكرا بزاف. الله يحفظك. واليوم افطارنا ان شاء الله بيكون بماء زمزم باذن الله. القوارير الصغيره اليوم راح نفطر فيها، يا المباركه باذن الله. توكلنا على الله. هذا شيء بسيط طبعا، لكن ظروف الوقت وظروف السفر وظروف يعني انت تستاهل اكثر. والمغرب وشعبه واهله يستاهلون كل ضيافه وترحيب ان شاء الله. اللي يشرفنا في السعوديه ما يلقى منا الا الوفاء. شكرا اخي. الله يبارك فيك. الله يحفظك لي. انتظرك في زياره السعوديه ان شاء الله.